السلام عليكم. بعد تصرفاتهم المثيرة، حكيم زياش والنصر يقدمان على خطوة جديدة، ولكن قبل بدء ننساكم مشاهدينا الكرام بالاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس. أقدم نجما المنتخب المغربي يوسف النصيري وحكيم زياش على الاعتذار من الناخب الوطني واللاعبين عن تصرفاتهم المثيرة للجدل عقب تغييرهما في مباراة زامبيا أمس الجمعة عن الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم أمريكا 2026. ووفقا للمعلومات فقد اجتمع اللاعبان مع الناخب الوطني واللاعبين مباشرة بعد نهاية المباراة في مقر إقامتهما بالفندق، وقدموا اعتذارهما عما بدر منهما. وأكد مصدر مطلع أن اللاعبين قام بالاعتذار للجميع، والأمر الذي قبل منهما ليتم إغلاق الملف بشكل نهائي. ومباشرة بعد الاعتذار قام حكيم زياش بمشاركة منشورات تهم هدفه الأول في مرمى زامبي من علامة الجزاء على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، بينما خلت صفحة النصيري من أي منشور. وكان تصرف اللاعبين برمي زياش الحذاء على الأرض وضرب زياش لقنين السماء قد أثار جدلا واسعا وساهم في انتشار وتفشي الإشاعات حول ما يحدث في محيط المنتخب المغربي. ونفى المصدر أن يكون قد تم اتخاذ أي إجراء تأديبي في حق اللاعبين، وما أكده الناخب الوطني وليد الركراكي حين أشار إلى أنه يتفهم تصرفات اللاعبين، مؤكدا أن الأجواء جيدة في المنتخب المغربي.